اللعيبه دي كلها شوبير حرفيا، يعني ما ادلوش 3 من 10 على الجون اللي ركبهم علينا في الاول ده. كريم فؤاد ما ادلوش 2 من 10. جزار نفس الكلام، مع ان انا مقتنع بيه، بس غلطاته وتمركزاته في الملعب مع هادي رياض فيها عشوائيه يعني لاخر الدنيا. الاتنين مش عارفين يتناسقوا مع بعض، فانا بقيم الماتش ده مش بقيم ككل. الاتنين كل واحد 0 من 10. هاني مظلوم، هاني 4 من 10. بيتهيالي لو المنظومة كانت مخدمة عليه شوية كان هاني يبان أحسن من كده. مروان عطية زي هاني كده برضو مظلوم، مش أحسن حاجة، وميس باس بس عشان المنظومه مأثره عليه. ان انا اخلي واحد يجري دبل الجري اللي بيعمله، انا اخلي واحد يعني يداري غلطاته وغلطات غيره، دي حاجه كارثيه. مروان عطيه برضو 5 من 10. كوكا ما اديله صفر كبير من 10، والله ما عشان الجون، عشان مش موجود في الملعب وعشان تمركزاته غلط. الراجل ده اساسه ديفندر، والراجل ده انا شفته في الاولمبياد كنت منبهر بيه، وبقول يا رب ما يجيله حاجه ويكمل في الاهلي. لا هو وحش قوي قوي. زيزو صفر، لو في اقل من الصفر اديله. بن شرقي عشان اشتغل الشوط التاني اديله 4 من 10. بكرار ما شغال، ما يعني برضه حاسه هو كان، يعني هو صفر ها، بس حاسه عشان المنظومه كلها وحشه، مش عارفين نشغله. واضح ان في لاج في التفاهم بين الاهلي هجوميا والراجل ده، مش عارفين نشغله خالص. محمد طاهر، انا انا مستغرب ان هو صفر. اولا شيل الصفر على جنب بقى، انا مستغرب ان في وينج كل اللعيبه كل المدربين بتلعبه اساسي عشان هو بيعرف يدافع كويس، ودي كارثه. هو ده مش شغل، مش اكل عيش الوينج ده. هو بالعكس، الوينج يقول لك هو بيهاجم كويس بس عنده نواقص دفاعيه، فهبتدي احلها انا من ورا بقى، اثبت له الباك بتاعه، اخلي الديفندر يميل لناحيته. لكن انا بلعبه عشان هو بيدافع كويس، لكن ما بيعملش حاجه قدام. يعني طاهر ده عمل ايه قدام؟ ولا حاجه. وبالنسبه للناس اللي نزلت بن جديده، آه، يعني انا من ماتش برشلونه شايف ان هو راجل كويس. الراجل هديله، يعني بص، هي لما انا اقول 10 من 10، هي دي مش معناها ان انا ببالغ. هو الراجل نزل لعب ايه 10 دقايق او 5 6 دقايق، جات له كوره اتصرف فيها صح، ودى قفشه انفراد. فهو جاله ايه؟ انا بقيم الفتره اللي لعبها، فاهم؟ فهو جاله ايه عمل ايه صح وعمل ايه غلط. هو كل التصرفات وكل تحركاته والجري والضغط والثرو اللي عمله ياخد 10 من 10. قفشه نفس الكلام، للاسف جات له كوره وداها جون، وهي قسما بالله يعني مش بلاش احلف يعني، بس هي قلشه. والله يا قلشه. هو فتح بطن رجله عشان تروح في البعيده، ما راحتش، هي جت في كعب رجله من جوه كده وراحت في الضيقه، فهي قلشه منه. بس برضه